لو مراكم كتير او حتى لسه ما بداتش الفيديو ده ليك، الفيديو ده هقول لك فيه على الروتين اللي انا مشيت عليه لما بدات متاخر والحمد لله دخلت كليه صيدله. كنت حاسس ان الناس كلها سبقتني خلاص واللي انا بعمله ده ملوش اي تلاته لازمه. كنت افضل افكر بالساعات والله يعني ازاي ربنا هيساويني باللي بدأ من اول السنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. اولا اللي ما يعرفش انا بدات في 3 بدات جد في 3 وكان لازم امشي على روتين محترم لان الموضوع مش سهل خالص، ومن هنا جت فكره الفيديو. الروتين اللي انا مشيت عليه وغير حياتي 180 درجه. كنت مذاكر حبه في المواد العربيه والمواد الشرعيه كنت مذاكرها كويس، والمواد الثقافيه كانت على الله خالص ما كنتش اعرف فيها اي حاجه، ما عدا الاحياء مثلا كان فيها كام درس كده هم اللي كنت مذاكرهم. لحد ما جه اليوم اللي خدت فيه قرار وغير حياتي 180 درجه، واللي هو ان انا ابدا جد. انا قلت انا كده كده مش خسران حاجه، وكده كده مش هجيب مجموع، ومحدش حاطط فيا امل 1%. طب ما اجرب، مش يمكن تظبط معايا؟ ومن اليوم اللي انا بدات افكر فيه صح، بدات ان انا اعمل جداول، بدات اشوف المواد اللي انا واقع فيها واشوف انا فين من المنهج. يعني انا احدد انا فين دلوقتي من المنهج ومراكم قد ايه. بدات اعمل جداول. اول حاجه عملتها يا جماعه ان انا بدات ادور على كليه مناسبه ليا ومناسبه لقدراتي. وطبعا زي ما انتم عارفين انا كنت مستبعد كليه الطب خالص، لان انا قلت يعني انا اخش طب ازاي؟ يعني انا واحد كان بينجح بالعافيه اخش طب، والطب ده عايز واحد شاطر من اولى ابتدائي. وده كان تفكير غلط جدا، لان انت كده بتحد من قدرات نفسك، انت بتحط لنفسك حاجز انت مش هتعرف تتخطاه. يعني انا مثلا لو كنت متارجت على طب اكيد كنت هضغط على نفسي اكتر، اكيد كنت هذاكر اكتر، اكيد كنت هبذل مجهود اكتر من اللي انا عملته. على الاقل لو ما كنتش لحقت المجموع بتاع طب او ما كنتش لحقت طب كنت هلحق اسنان اللي هي كانت كليه احلامي. كانت يا جماعه. دلوقتي الحمد لله راضي باختيار ربنا ليا وحب المجال اللي انا فيه، وما وصلتش لمرحله الرضا ديت يعني غير بعد فتره كبيره. وده هيودينا على نقطه تانية، اللي هو انت لما تختار الكليه ما توقفش حياتك كلها عليها. يعني انت ما توقفش حياتك كلها على الكليه، اللي هو انت جبت مجموعها خير وبركه، ما جبتوش خلاص ده اختيار ربنا ليك. ربنا اكيد هيحطك في مكان انت هتبقى فيه حاجه، يعني هتبقى ناجح فيه. طب ما انت ممكن مثلا تخش طب، تخش صيدله، تخش اسنان، تخش اي حاجه من ديت، ولا قدر الله مثلا ما تنجحش في الكليه خالص وتطلع منها وكل الكلام ده، ويحصل حاجات اكبر بكتير. فانت اكيد انت مش شايف انت هتبقى كويس فين. يعني ربنا بيختار لك احسن اختيار صدقني، وانت اقتنع بالموضوع ده على طول. حاول ان انت يعني ترضى بالموضوع ده على طول، وتعرف ان ربنا مش هيحطك في مكان هتبقى فيه حاجه وحشه. المكان اللي ربنا هيحطك فيه باذن الله هيبقى ليك بصمه، وهتبقى شخص مؤثر فيه وشخص ناجح. يبقى اول خطوه هتعملها هتختار الهدف اللي انت هتسعى ليه، ومش تفهمني ان انت تبدا دلوقتي وهتتعرض لكم الضغط ده وكم المذاكره ديت وانت ما عندكش هدف تسعى له، او انت سايبها كده. ما ينفعش، مع اول دروب هيحصل هتقع ومش هتكمل، صدقني هتقع ومش هتكمل. يبقى انت هتختار الكليه المناسبه ليك، ولازم تعرف الحاجه ديت عن الكليه. يعني لازم تعرف دراستها، تعرف عدد السنين، تعرف حاجات كتير، تعرف فرص الشغل اللي فيها. يعني ما تدخلش كليه لمجرد مثلا ان انت عايز اللقب، زي مثلا كليه هندسه مثلا عايز الناس تقول لك هندسه. والله في يعني في شخصيات دي عايز، وانت ما تعرفش كميه المرمطه اللي انت تتعرض لها. يعني انت ما تعرفش كميه المرمطه اللي انت تتعرض لها جوه الكليه لمجرد ان الناس تقول لك اللقب ده بس. او المجال الطبي بشكل عام ان هو دراسته مقرفه وضغط كبير جدا. فانت لو حابب الموضوع تمام. يعني انت متخيل ان انت بتتنافس مع ناس اقل واحد فيهم كان من الاوائل على مدرسته، فالموضوع بيبقى صعب جدا. فانت لازم تعرف الكليه، تعرف المواد اللي فيها، تعرف الحاجات اللي فيها. وان شاء الله هعمل لكم سلسله فيديوهات، يعني مش فيديو واحد، سلسله فيديوهات عن الكليات الطبيه بشكل عام. ممكن اعمل عن كليات تانية بس خليني في الكليات الطبيه. يعني اعمل لكم الدراسه بتاعتها والسنين بتاعتها وفرص الشغل، وهل الكليه دراستها صعبه ولا سهله، وحاجات كتير ان شاء الله. بس انا مش عارف اعمل الفيديوهات ديت دلوقتي ولا اعملها لما تخلصوا امتحانات، عشان انت تبقى متفرغ للموضوع اكتر. فمش عارف، فلسه ما خدتش القرار دوت. بس ان شاء الله استنوا مني سلسله فيديوهات عن الكليات الطبيه بشكل عام. فطبعا ما تنساش تشترك في القناه، لان انا معاك في كل المراحل. هتلاقيني في كليه معاك، هتلاقيني في ثانويه معاك، انا معاك على طول. اشترك في القناه، لان يا جماعه حوالي 90% من اللي بيتفرج على الفيديو ما بيشتركش في القناه. والله يعني انت متخيل الرقم؟ انت بتتفرج على الفيديو فاشترك في القناه، انت مش خسران حاجه. وكل اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي ينزل يشترك. فالمهم يا جماعه الخير، بعد ما اخترت الكليه اللي انت شايفها دي مناسبه ليك، وان انت حاسس ان انت هتبقى فيها شخص ناجح، هتبدا من هنا تشوف انت فين من المنهج. هل انت مذاكر دروس؟ هل انت ابيض في كل المواد لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ طبعا هتنقل لي دروسك كلها اونلاين. هعمل لك فيديو المدرسين اللي انا خدت معاهم لما بدات متاخر، خلص من هنا وروح شوف على طول، هم موجود على القناه. فانت طالما خدت القرار ده ما ينفعش تضيع دقيقه بعد كده، يعني لازم تبقى حاسب كل حاجه. وانا يا جماعه المدرسين دول كلهم كنت بسمعهم على يوتيوب، يعني انا ما اشتركتش مع حد منصه
وانت لو ما عندكش مقدره اسمعهم على اليوتيوب كده، كانوا عاملين يعني منزلين فيديوهات مجانيه، انا مش عارف هي لسه موجوده ولا لا. فانت لو ما عندكش مقدره اسمعهم على اليوتيوب مجاني عادي، مفيش اي مشاكل. اوعى تضغط على اهلك تماما، ربنا اعلم بيهم، ربنا اعلم بالناس، ربنا اعلم هم بيوفروا لك الفلوس ديت ازاي. فانت ما تضغطش عليهم تماما. انا الحمد لله كان عندي مقدره، بس برضو كنت بسمعهم على اليوتيوب مجاني، يعني ما حبيتش يعني ان انا اقول لهم على فلوس منصات او اي حاجه من ديت. كنت حاسس بيهم قوي. يبقى بعد لما اخترت المدرسين، ودي تاني حاجه عملتها في رحله البدايه بتاعتي، نيجي بقى على اهم حته في الفيديو، واللي هي ازاي انا نظمت وقتي وايه الروتين اللي انا مشيت عليه. مع العلم ان احنا كنا في رمضان، فكان لازم استغل الوقت. وانا كان نظامي في رمضان يا جماعه كالاتي، ان انا كنت بخلص التراويح من هنا وانام من هنا. وبالمناسبه ما تسيبش صلاه التراويح عشان تقول لي مثلا ان انا اوفر وقت او بتاع. وقت الصلاه عمره ما كان ضايع، ركز في الجمله دي، وقت الصلاه عمره ما كان ضايع. عشان انا كنت شايف فيديو لواحد مشهور من كام يوم، يعني مشهور هنا على اليوتيوب في مجال ثانويه عامه برضو، كان بيقول للطلاب ان انا ما كنتش بصلي التراويح عشان اوفر وقت وبتاع. مش عارف هو بيقول كده ازاي. حتى انت لو كنت بتعمل كده ما تقولش كده عشان ما حدش يقلدك في الحته ديت. وعارف ان صلاه التراويح سنه، وهي سنه مؤكده، عشان ما يجيش واحد محنك مثلا يقول لك مش عارف ايه. بس انت الفكره ان انت بتضيع على نفسك اجر عظيم جدا. اقول لك على حاجات بسيطه جدا من فوائد صلاه التراويح. اول حاجه ان هي بتغفر لك ذنوبك. ثاني حاجه ان انت لو صليت صلاه التراويح كامله بتكتب لك اجر قيام ليله كامله. انت متخيل يعني انت ليله كامله فضلت تصلي فيها قيام ليل، فضلت كامله فضلت تصلي فيها قيام ليل. تالت حاجه بتملأ فراغات الصلاه الواجبه. يعني لو انت عندك صلاه ما اتقبلتش مثلا في الصلاه المفروض عليك، بيجي يوم القيامه ربنا بيقول للملائكه انظروا هل لعبد من تطوع. لو انت مصلي صلاه التراويح كامله ومصليها طول الشهر وكامله، فانت لو عندك تقصير او صلاه ما اتقبلتش عندك في الصلاه المفروض عليك، دي بتملأ الفراغ دي، يعني دي بتجبر دي. رابع حاجه ان انت بتنول محبه ربنا، يعني بيحفظك في سمعك، بيحفظك في بصرك، بيبقى عندك دعوه مستجابه. فالموضوع كبير جدا والله يا جماعه. اللي هو ما عند الله لا ينال الا بطاعته. ما تفهمنيش مثلا ان النص ساعه دي او الساعه اللي انت تصلي فيها التراويح هي اللي هتلم المنهج فيها كله وهتبقى بطل العالم. المهم يا جماعه ان انا كنت بخلص من هنا وانام من هنا، بصحى قبل الفجر بساعه ان انا اصلي القيام واصلي الفجر يا جماعه، وابدا بقى مذاكره. وخلي بالك صلاه قيام الليل مهمه جدا، دي صلاه تحقيق الامنيات حرفيا. وافتكر ان الدعاء بيغير القدر. يعني انت عمرها ما كانت بمجهودك انت بتعبك انت، ده بكرم ربنا وبالدعاء. يعني الدعاء بيغير قدرك، دي الحاجه الوحيده اللي بتغير قدرك اللي هي الدعاء. كنت ببدا من الفجر يا جماعه لعند الظهر، واخد من الظهر بريك صغير جدا، وابدا من الظهر لعند العصر، وكذلك من العصر لعند قبل المغرب بنص ساعه كنت بفضل ادعي. وقلت لك ان الدعوه برضو هنا مستجابه، فانت متخيل ان انت عندك دعوه مضمونه 100% وانت بتضيعها، فيعني ربنا يعينك على اللي انت فيه. فانت يا جماعه لو بتسمع الفيديو ده دلوقتي ومش عملت لايك، اعمل لايك عشان يوصل لعدد اكبر من الطلاب. وفي حديث جميل جدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، احب الناس الى الله انفعهم للناس. يعني انت مثلا لما بتساعد زميلك ربنا بيكرمك انت وبيوفقك انت في فتره انت محتاج فيها التوفيق. فانت حاول تبعت الفيديو ده لحد محتاجه، او حاول تعمل لايك على الاقل عشان الفيديو يوصل لعدد اكبر من الطلاب، عشان زي ما انت استفدت هو يستفيد ولك الاجر ان شاء الله. انا يا جماعه كنت بفطر ومش كنت بتقل في الفطار عشان ما انامش على نفسي، فعادي كنت ممكن اكل بعد كده تاني. فكنت بستغل الفتره اللي هي من المغرب لعند العشاء ان انا مثلا احل شويه مسائل بسيطه، ارسم شويه رسومات احياء واحفظها. وخلي بالك ان رسومات الاحياء عليك وبتجي لك في الامتحان. انا كنت فاكر ان احنا جالنا في الامتحان بتاعنا رسمه مفصل الركبه. انا فاكر والله ان انا كنت بشرحها لزمايلي في المواصلات واحنا رايحين الامتحان، واول ما دخلت الامتحان لقيتها اول حاجه في وشي، لان الامتحان بتاعنا كان نماذج، فده نموذج ده غير نموذج دوت، الاسئله متلخبطه. فانا الورقه بتاعتي سبحان الله ان هي كانت اول سؤال عندي. وده يودينا لحته ان انت لما بتساعد غيرك ربنا بيكرمك. فانت ما تبخلش على حد باي حاجه، باي معلومه عندك قولها له، باي مثلا فيديو ممكن تبعته له يفيده، اي جدول، اي حاجه، ربنا بيكرمك صدقني والله. كنت بخلص بقى العشاء تاذن واصلي العشاء واصلي التراويح، واجي لو مثلا لو جعان اكل حاجه خفيفه برضه، ما تقلش في الاكل، ما تقلش في الاكل خالص طول ما انت في رمضان او في اي وقت عادي. يعني لان انت لما بتقل في الاكل الدم بيتسحب من المخ عشان يشارك في عمليه الهضم، فبالتالي انت هتحس بدوخه وتحس بخمول وكسل، وان انت اصلا مش مستوعب ولا مركز اي حاجه. فممكن كنت اكل مثلا حاجه خفيفه وانام واصحى قبل الفجر بساعه واكرر نفس الموضوع تاني. الفتره ديت اول فتره بدات فيها اللي هي كانت في شهر رمضان ديت، كنت جاي على النوم جدا لحد ما بدات ان انا احس ان انا خلاص ان انا ملم شويه بالمنهج. فانت برضه حاول ان انت ما تجيش على النوم قوي لان ده بيأثر على التركيز. يعني ديت من الحاجات اللي انا ندمت عليها، بس ده كان لازم يحصل. يعني انا لو ما كنتش مثلا ان انا مثلا بنام 5 ساعات او 6 وجيتش على نفسي كده ما كنتش هلحق اخلص. فانت بقول لك اعمل كده بس الفتره يعني الفتره محدوده، مش تكمل على كده على طول وتقول عشان توفر وقت. لا انت كده مش هتوفر وقت، انت كده مش هتركز وهتضيع وقت. الفتره الجايه لازم تنظم وقتك كويس جدا. الفتره الجايه فتره مصيريه هي اللي بتحدد الطالب اللي بيجيب والطالب اللي ما بيجيبش. فانت تعالى على نفسك، اعرف ان الموضوع مش سهل، خد قرار بينك وبين نفسك، خليك راجل مع نفسك وعدد قرارك عشان انت اللي هتتحمل المسؤوليه بعد كده.
فلو وصلت لاخر الفيديو معايا، انا قلت لك اهو على الروتين، حاول ان انت تمشي عليه وتستغل فتره رمضان، تستغل الوقت اللي في رمضان. الموضوع متعب والله يا جماعه، بس والله كل التعب اللي انت فيه دلوقتي هيهون بعد كده وهتنساه والله. اول ما تظهر النتيجه بتاعتك وتشوف نتيجه تعبك قدامك، انت هتنسى كل التعب دوت. ربنا هيكرمك باذن الله. وبس كده، الفيديو ده طول حبتين، بقالي كذا يوم بجهز له، كل ما اجي اصوره مش عارف تحصل حاجه فما صوروش. فربنا يسهل وينزل النهارده يعني، ويكمل وينزل النهارده. ما تنساش تشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات الجايه، وان شاء الله اعمل لك فيديوهات محترمه الفتره اللي جايه. اللي انت عايزه اكتبه لي في الكومنتات، وان شاء الله هحاول اعمله لك. ومش ناسي الازهريه والله العظيم الفتره دي، بس ان انا مضغوط في الكليه حبتين ثلاثه. فانا ان شاء الله هعمل لكم الفيديوهات بتاعتكم، ما تقلقوش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.